مساءكم أو صباحكم معطر بذكر الله. اليوم موضوعي عن المال، موضوع مشوق بمجرد ذكر اسمه. فمن منا لا يحب أن يكون غني ويحب أن يعيش في رفاهية، ولكن بالطريقة الصحيحة هي كسب المال بالحلال وليس بالحرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. الفقراء يعتقدون أن السعادة في المال، أما الأغنياء ينفقون المال بحثا عن السعادة، ولكن السعادة أثمن من المال، فلن تجد من يقرضك إياها. يقولون المال إذا لم يجلب لك السعادة فعلى الأقل سيساعدك على أن تكون تعيسا وأنت مرتاح البال. ويقولون أيضا المال لن يجلب لك الأصدقاء، لكنه سيجلب لك الكثير من الأعداء المعذبين. فما رأيك أنت في هذا الموضوع؟ كل شخص عنده تجارب في الحياة، عن كل قصة فيها ألم كبير ومعرفة أكثر عندما يكتشف الأحبة والأصدقاء على حقيقتها بسبب المال. وهناك توجد خيبات أمل كبيرة جدا وخسارة أحبة كانت أعز الناس عندنا. كما توجد بعض الناس البخيلة تكون بخيلة مع نفسها ومع غيرها، رغم أنها تملك المال الكثير، لكنها لا تستطيع لا إسعاد نفسها ولا إسعاد غيرها مع الأسف. واهمون وخائبو أمل أولئك الذين يقضون فترة الحياة يحصدون ويكدسون المزيد من الثروة أكثر مما يحتاجون، ليكتشفوا بعد فوات الأوان أن كل المال الذي في العالم لن يشتري حبة من السعادة. كما أن هناك أشخاص كريمة تملك المال الكثير تحب إسعاد نفسها وإسعاد غيرها بالصدقة ومساعدة الغير وحب الخير للجميع. وهنا تكون السعادة الحقيقية في القناعة الكبيرة الموجودة في قلب الكريم، لأن القناعة كنز لا يفنى. حتى البركة وزيادة المال الكريم تكون أضعاف مضاعفة، لأنه صنع بداخل كل شخص فقير ويتيم ومحتاج فرحة كبيرة وسعادة لا توصف. فالسعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة، بل هي في ماذا تفعل بالمال والقوة والسلطة. فلا تجعل فهمك للرزق يتوقف عند حدود المادة، بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد، وبعد ذلك يكون للمال معنى.